صعب جدا تكون بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان بيتك وفي الاخر تسمع ان انت مقصر او مشغول عنه. الفيديو ده ليك وفي اخره هقولك على المفتاح اللي هيغير المعادلة دي. الزوج النهارده مع ضغوط الحياة بيشوف ان رعاية نفسه نفسيا دي رفاهية، فبيفضل يضغط على نفسه لحد ما يوصل للبيرن اوت او الاحتراق النفسي، وبيبقى مش قادر يدي لبيته غير بواقي طاقة. فزي ما بنقول للزوجة انت محتاجة وقت ليكي، بنقول للزوج كمان انت محتاج وقت خاص بيك تمارس فيه رياضة، هواية، أو ساعة ليك بعيدة عن مسؤوليات البيت والشغل. وده بيشحن طاقتك كتير، فبترجع لبيتك وعندك فائض من الطاقة والصبر ان انت تديهم كل اللي هم محتاجينه. لما تلاقي مراتك غضبانة او بتلومك، حاول تسمع اللي ورا الكلام، لان غضبها في كتير من الاحيان مش هجوم عليك على قد ما هو في الحقيقة طلب للونس او احتياج لوجودك جنبها. النقطة الثالثة ودي برضو مهمة، ان انت من كتر ما انت حاسس بالمسؤولية وعايز تقوم بدورك على اكمل وجه، احيانا بيتحول الدور ده لروتين تقيل، فبتفقد الاستمتاع بالتفاصيل. عشان تستمتع بدورك بطل تبص لبيتك انه مهمة تانية بعد الشغل. حاول كده تلاقي السعادة في الاثر اللي بتسيبه. بص في عينين ولادك وانت بتلعب معاهم، استشعر الونس وانت بتشرب القهوة مع مراتك. انا عارفة ان الراجل بيستمد قيمته من الانجاز، لكن الانجاز الاكبر هو اللحظات الحلوة اللي هتقضيها مع عيلتك، او الضحكة اللي هتضحكوها سوا وتفضل في صندوق ذكرياتك. وده لوحده كافي يشحن طاقتك ويخلصك من الاسترس وتعب اليوم.